السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي يا جماعة أطمن جمهور الزمالك اللي على هم مواجهة الأهلي. يا جماعة إحنا عندنا فرصة عظيمة، فرصة جميلة ربنا حطها في وشنا عشان ناخد بطولة. دلوقتي يا جماعة الكل منتظر الفايز بين الزمالك وبيراميدز عشان يقابل الطوفان اللي بيذلله جار ولا بيتفلوا نار، النادي الأهلي. طبعا إحنا لو ربنا كتب لنا وعدينا من بيراميدز طبعا هنقابل الأهلي في عز الايام اللي ما يعلم بها الا ربنا. طبعا يا جماعه احنا عندنا فرصه جميله. ليه بقى؟ حد يقول لي ليه؟ عشان انا جاي اطمن جمهور الزمالك. احنا في ايدينا اللي احنا ناخد بطوله من الاهلي، بطوله خدناها قبل كده والاهلي عمره ما خدها، الاهلي مش عارف ياخدها، وهي بطوله يا جماعه كاس الكرامه، كاس الكرامه 2 زي ما عملناها في الامارات. احنا هنكسب بيراميدز وهنصعد لمقابله الاهلي، ننسحب قبل ما تبقى فضيحه بجلاجل والاهلي ياخدنا ورا مصنع الكراسي، وكده هنضمن كاس الكرامه 2 زي ما في الاسمرات 1 والاسمرات 2، في كاس الكرامه 1 وكاس الكرامه 2، وهيبقى نادي الزمالك النادي الوحيد اللي في مصر خد كاس الكرامه 2 مرتين والاهلي مش عارف ياخدها لغايه دلوقتي. ادي حل يا جماعه، لان احنا لو قابلنا الاهلي في عز ما الاهلي قاعد يكسب 3 و4 كل مباراه يا جماعه تبقى فضيحه. احنا هربنا من فضيحه من الامارات والاهلي كان بيراميدز راح كبش فدا والاهلي كانوا في الامارات. احنا مش عايزين نقع في الفخ، فاحنا نعمل ايه؟ ننسحب. خدنا كاس الكرامه 1 ننسحب، خدنا كاس الكرامه 2، كانه مشروع يا جماعه بنلم كؤوس زي ما هنفرجك على الفيديو بتاع سمير غانم وفريد شوقي، قالوا نجيب كتكوت، الكتكوت يفقس يبقى فرخه، الفرخه تفقس تبقى بيضه. اسمع الفيديو كده هتعرف نادي الزمالك هيمشي ازاي الفتره الجايه. اسمع كده. الكتاكيت تكبر هتبيض، البيض هيفقس هيطلع كتاكيت، الكتاكيت هتكبر هتبيض، البيض هيفقس يطلع فراخ، ونفضل نفقس ونبيض والفراخ تبيض ونفقس. مشروع يجنن. والمشروع ده يتكلف قد ايه؟ ده مشروع جميل يا جماعه، ده مشروع جميل اللي نادي الزمالك يستثمر. احنا مش عارفين نلعب الاهلي، مش عارفين ناخد منه بطوله. الاهلي طبعا لسه مدينا على قفانا في صفقه النجم ده امام عاشور، نجم الكره المصريه القادم، اللي تحس اللي هو ما يعني اتولد في النادي الاهلي، ما جاش عندنا النادي، ما كانش بياكل فراخ في النادي. الواد في يوم وليله بقى ابن الاهلي ويدي تعظيم سلام لجمهور الاهلي. وطبعا قلبنا بيرفرف خايفين اللي فتوح يمضي مع الاهلي، يبقى الاهلي قاعد ياكلنا كل شويه بيلعبنا 7 اقلام، يبقى الاهلي كل شويه يدينا على قفانا. لا ده احنا نادي الزمالك، ده احنا لعبتنا بتحب النادي، احنا عايزين نكلبش في فتوح ما نخرجوش من النادي ولا هو ولا زيزو، عشان الواحد قلبه مرعوب. العيال ما بتصدق تروح الاهلي، نفسهم طبعا يروحوا كاس العالم للانديه، واحنا ربنا حرمنا منها مدى الحياه. مهما ناخد بطولات ما بنعرفش ناخد افريقيا دلوقتي، فاللعيبه دلوقتي كلها املها اللي هي تروح الاهلي. طب نعمل ايه؟ نقفل ابواب النادي بالجنازير؟ فطبعا بقول نادي الزمالك قدامنا فرصه عالميه، وعايز الناس تشارك الفيديو عشان يوصل لكل الناس اللي احنا ناخد كاس الكرامه 2. يبقى زي ما خدنا اول مره في الامارات هناخد تاني مره هنا، يبقى احنا خدنا مرتين. والسلام عليكم.